أبطال منسيون. الفوز بكأس العالم قديماً لم يمنح لاعبي المنتخب المتوج الميداليات تلقائياً، فمنذ بداية المونديال وحتى عام 1974 كان المشاركون بالنهائي فقط ينالون الميداليات. قاعدة حرمت تقريباً 122 لاعباً على رأسهم الأسطورة بيليه من ميدالياتهم. أصيب بيليه خلال مونديال تشيلي عام 1962 ولم يشارك في النهائي. غيابه عن الفوز على تشيكوسلوفاكيا بالنهائي حرمه من ميدالياته. وضع بيليه كان مشابها لأيقونة إنجلترا جيمي جريفز في عام 1966. آخر المتضررين كان الألماني غونتر نيتزر المتوجة بلاده بمونديال 1974. تغير الوضع، وفي مونديال 1978 منحت الأرجنتين 25 ميدالية ذهبية. لكن بقي مصير الأبطال غير المتوجين كما هو حتى عام 2007 بعد حملة قادها وزير الرياضة البريطاني للمطالبة بمنح اللاعبين القدامى ميدالياتهم. استجاب فيفا وأكد رئيسه بلاتر وقتها منح حتى ميداليات اللاعبين المتوفين لذويهم. بيليه أصبح الوحيد المتوج ب3 ميداليات ذهبية مع بلاده، والآن يحصل كل لاعب توجت بلاده على ميدالية ولو لم يشارك لدقيقة. فأي النموذجين أفضل في رأيك ولماذا؟